حبايبي من كل مكان عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بينا بقى النهارده نصلي على النبي واعرفكم على نوع المكرونه الحلو ده. عايزه اقول لكم نوع المكرونه ده حلو قوي قوي قوي. اولا النشا بتاعها قليل خالص، ما بتعجنش. عايزه اقول لكم من اول ما تعملوها تحطوها في الميه لحد ما تحطوها في الصلصه فاضت عندكم الميزه فيها ان هي ما بتتكسرش خالص. تعالوا بقى بينا نشوف هنعمل غدا ايه. اول حاجه كده حطيت ميه على النار خليتها غليت قوي، بعد كده نزلت بيها في المكرونه. عايزه اقول لكم كمان ان هي بتزيد، يعني انا الاول كنت بعمل 3 اكياس مكرونه من نوع تاني، دلوقتي بعمل من خطيره دي نوعين اتنين بس. هي خطيره وفعلا خطيره. هنا بقى كنت خلاص سلقت المكرونه، اكل سهل خفيف كده. وطبعا كنت مسبكه صلصه الناحيه التانية فخدت منها شويه عشان كل اللي بيبقى عايز مكرونه بعملها له اول باول سخنه. ونزلت هنا بحبه يعني نص واحده ماجي وطماطم والفلفل والكمون. وكمان انتوا عارفين المكرونه بتاعتي اغلبيتها بتبقى بيضه كده لان احنا بنحبها كده. هنا بقى عملت شويه سلطه من مكونين اتنين بس، بصل وطماطم. وعملت المكرونه وحطيت على الوش شويه شطه. كمان قطعت جنبها شويه خاص. عايزه اقول لكم بقى الاكله دي كانت مية مية. تعالوا اتفضلوا الغدا السهل البسيط الخفيف السريع معانا. قلنا خلاص بقى اتغدينا الحمد لله، قلنا كده تعالوا نعمل شويه تحليه كده على الخفيف. احلى تحليه ممكن تعمليها. دورت كده ما لقيتش حته الزبده الصغننه دي، حطيتها كده ونزلت عليها بكوبايه شعريه. على فكره وطي عليها النار، يعني لو الزبده قليله زي كده وطي النار مش هتتحرق منك خالص. بصي جميله، ما تقوليش كده هي اتحرقت، هتشوفيها في اخر الفيديو. وهنا بقى بعد طبعا ما اتحمرت رحت ايه حط عليها ميه وسبتها على النار. وهنا كنت جايبه لبن كنت بفضيه عشان اغليه. وهنا بقى الكوبايات اللي كانت جايه لنا هديه، عايزه اقول لكم لو لقيتوها ما تفوتوش الفرصه لانها بتنفع في حاجات كتير جدا. والازاز والميه بتاعتها جمال. هنا بصوا الشعريه بصوا، عايزه اقول لكم ما اتحرقتش ولا جرالها اي حاجه خالص. هنزل كده بالشعريه في الكوبايات. الرينج لايت مضايقاني قوي يا جماعه، مضايقاني. ان شاء الله ربنا يكرمني كده وهجيب لي واحده. هنا بقى كنت غرفتها في الكوبايات وابتديت انزل عليها باللبن السخن الحلو ده. وبسيب السكر بره للي عايز يحط. الزبده او السمنه لما تبقى في الحاجات دي قليله بتبقى احلى بكتير. بس هنا وكنت خلاص خلصت الاكل وكمان الحلو. تعالوا اتفضلوا معانا ويا رب يكون الفيديو عجبك.